هنتكلم عن البنوك وازاي تاخد قرض من البنك وازاي تستثمر فلوسك في البنك. نفترض مثلا ان انت معاك 100,000 جنيه، وال100,000 جنيه دول تحويشة عمرك اللي انت قعدت 5 سنين تحوشهم، وعايز تدخل مشروع وخايف تدخل المشروع ده لا يخسر منك ويشقى عمرك اللي انت حوشته في ال5 سنين يضيع. طيب انت هتعمل ايه؟ اول حاجة هتروح جاي رايح البنك تقول له والله انا معايا 100,000 جنيه عايز اعمل بيهم وديعة، تديني كام فايدة؟ زي مثلا هيديك 12% 13% على حسب الفايدة اللي هيديها لك. زي مثلا ال 100,000 جنيه دول هيطلعوا لك 1200 جنيه. هتقول له والله انا عايز اخد قرض بضمان الوديعة. قرض بضمان الوديعة ده ما ينفعش تاخد اعلى من 100,000 جنيه، يعني اخرك تاخد 90,000، 90% من قيمة الوديعة، او 80 او 70 زي ما انت عايز. هتاخد 90,000 جنيه. 90,000 جنيه هم هياخدوا فايدة عليهم في ال5 سنين حوالي 30,000 أو 40,000. يعني 90,000 جنيه دول أنت هتدفعهم حوالي 130,000 أو 120,000 جنيه، بما يعادل 1800 جنيه في الشهر لمدة 5 سنين. وأنت أصلا بيجيلك 1200 جنيه كل شهر من الوديعة، يعني هتلاقي نفسك بتدفع 800 جنيه أو 900 جنيه أو 1000 جنيه في الشهر. هتاخد ال90,000 جنيه تدخل المشروع بتاعك وتشغله وربنا يكرمك منه، وتبدا اللي انت تسد القرض من المشروع. هتلاقي نفسك بعد 5 سنين معاك مشروع ومعاك راس مالك اللي هو ال100,000 جنيه. لا قدر الله